يشتغل، مرسلين لسوق الخضار يشتري لهم خضار. نحن لو عندنا قروض زي كذا كان يا سلام، كان استغنينا عن الأولاد اللي عندنا. لما نقول لهم روح اشتري لي حاجة، روح جيب لي غرض، روح جيب لي حتى لو كاسة موية، جيب لي كاسة موية، قال كلم أخويا. ليش ما تكلم أخويا؟ أنا أمس جبت لك، أنا رحت، أنا سويت. لو كان عندي بس زي هذا القرد كان كلهم أعطيتهم بلوك. حظ صاحبة هذا القرد، شوف بعد يشتري خضرة ونشيط. اللي عجبني فيه أنه لابس الطاقية هذه ما تطيح من فوق راسه. شوف تقول أنه واحد حقيقي رجال ولا ولد. شوف كيف يسحب في العربية، يعني متفائل وما شاء الله بيشتغل من قلبه ونشيط. وداها للبيت الآن. شوف دخل باجوة البيت الآن، جايب الأغراض ويرتبها لصاحبة البيت. إيه بس تجي على الجاهز، تأخذ أغراضها وتأخذ خضارها، وعند اللي يخدمها يروح السوق. أشوف الطاقية شالها، شوف جت من المزرعة مدري من العمل، عاملة الجاروف حقها. دخلت البيت تنادي على قردها، جاء لها القرد، تشكر القرد على الطلبات اللي راح اشتراها وارسلتها له بالسوق وجابها. حتى الفلوس أعطته الفلوس، أمنت إنه ما يضيعها. نحن نعطي أولادنا الفلوس ما عاد نشوفها، نص يطيحونها في الشارع يجونا.